مساء الفل. مفيش حاجه في الدنيا كلها اسمها على قد فلوسهم اطلاقا. النهارده ده في نهايه يوم انا قاعد على الارض طبعا في الاوضه فاقد الوعي تماما خلصان تماما. كان عندي يوم شغل تقيل جدا، شغل كان عليه باخد ليه مقابل، شغل مهم قوي بالنسبه لي ومع جهه صعبه جدا وموضوع معقد. بس مش ده اللي تعبني خالص، اللي تعبني جدا ان انا وصلت امبارح بالليل بعد سفر وبهدله، والصبح كان عندي شغل في مدينه بدر ومش عارف ايه، وطالع من زايد على بدر على المطار وكل حاجه، وبعد كده وصلت اشتغلت بالليل لغايه الساعه 12 بالليل كان عندي شغل. والنهارده الصبح صاحي من الساعه 5 لغايه الساعه 7 ونص قبل الشغل المهم اللي فيه فلوس. كل ده بعمل حاجات من غير ولا مليم، وبعمل ده من غير ولا مليم ليه؟ لان اديت كلمه لحد، والناس دول بيبقى الشغل معاهم صعب جدا بس هم اعتمدوا عليا في حاجه، فلازم التزم في كل حاجه طلبوها مني. قاعده اساسيه عملتها في حياتي طول عمري، دايما حمايه قالها لي الله يرحمه: الرزق ده ضيف، لو جالك لازم تكرمه، لو ما اكرمتوش مش هيجي لك تاني. والرزق ده على فكره مجرد اعتماد الناس عليك ده رزق، مجرد الناس شايفه فيك خبره معينه وتقدر تعمل حاجه ده رزق، مجرد ان انت قادر تلتزم بكلمتك مهما كانت الظروف ده رزق عظيم. فانا بعمل كده على طول. وعلى فكره كم المرات اللي عملت حاجات بدون اي مقابل عشان بس احترمت كلمتي وعشان فضلت قدها وكل حاجه، وسبحان الله الحاجات دي بعد زمن طويل رجعت لي بفلوس، رجعت لي بتقدير، رجعت لي بسمعه طيبه، رجعت لي بناس عايزه تشتغل معايا في حاجه والتانيه والتالته، رجعت لي بناس لما تلاقيني في زنقه ولا في موقف معين هتساعدني من غير اي شيء خالص. هفكرك دايما وافكر نفسي مفيش حاجه اسمها خالص على قد فلوسهم. مش كل حاجه بمليم، مش كل حاجه بمقابل، كتير جدا بنعمل حاجات بدون مقابل. واسوأ حاجه في الدنيا الناس تبدا تحاسبك قبل ما تشتغل، تبدا تقول لك